ما انا عارفه ان انتي اول ما بتشوفيه كده موجود على الرخامه في قلب الكيس وبايت كده وناشف معاكي بترميه. بس انا عايزه اقولك النهارده عمرك تاني ما هترميه، انتي بعد كده هتجمعيه وفي الفريزر وفي كيس هتشيليه. وعايزه اقولك هتعملي بيه وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه هتنفعك للغدا او في العشاء. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ونشوف وصفتنا ايه. يلا اول بينا. حاجه معانا في بوله هبتدي افضي فيهم كده عدد 2 من البيضة. بعد كده هحط عليهم كوباية من اللبن، بتكون ساقعة معانا او باردة ما بتكونش سخنة. وهبتدي بقى احط كده معلقة صغيرة من الخل، واحط بقى شوية كده من الملح وشوية من الفلفل الاسود. بعد كده هبتدي احط ربع معلقة صغيرة من بودرة الثوم وربع معلقة صغيرة من بودرة البصل، وكمان ربع معلقة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما كلها تندمج مع بعض، وابتدي ان انا اسيبها على جنب. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. يا ريت بقى لو وصلتوا يلا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير، يلا اعملوا لايك وشير يا حبايبي. هبتدي بقى دلوقتي اجيب الفينو بتاعنا ده كان عندي 5 ترغيفة فينو، كانت متبقية من يوم قبليها في العشاء، فكانوا غضبانين شوية عليها مش عايزين ياكلوها. فطبعا فكرت كده وقلت لا انا مش هرميها ولا هستغنى عن اي حاجة بعد كده في بواقي. طبعا احنا عارفين ان الحاجة كلها دلوقتي بتبقى غالية. عملت ايه؟ جبت الفينو قطعته وابتديت اجيب اي صينية عندي دهنتها بالزيت، وابتديت ارص بقى قطع الفينو زي ما انتوا كده حضراتكم شايفين. برصها بقى اي رصة كده عشوائي على اساس ان انا بملأ الصينية بتاعتي زي ما حضراتكم كده شايفين بالشكل ده. اي بقى صينيه كبيره طبعا حسب كمان عدد الفينو اللي انت هتعمليه. هبتدي بقى دلوقتي اجيب بقى التشريبه اللي احنا عملناها مع بعض دي، هحط عليها بس معلقه كبيره من الزيت بالشكل ده، وابتدي ان انا اقلبها كويس المكونات مع بعض. على فكره انا نسيت احط بس معلقه الزيت، فانتوا حطوها بقى في الاول عادي جدا مفيش اي مشكله. وابتدي بقى اسقي بقى الفينو بالشكل ده. بصوا بقى لما هنسقي الفينو هنحس بقى ان هو ايه، طري بقى معانا. وفي نفس الوقت التشريبة دي بتديله طعم حلو جدا جدا، وبيبقى طالع معانا كده كأننا عاملين عجينة أو عجنين عجينة للوصفة بتاعتنا، زي كده شبه عجينة البيتزا شوية. هجيب بقى هنا دلوقتي ميزة الوصفة دي ان انا اقدر احط اي بواقي عندي من التلاجة. حطيت كده طماطم متقطعة، فلفل رومي اخضر متقطع، وقطع توم صغير عشان يبتدوا، يعني دي ثمرة فلفل ودي كمان ثمرة طماطم، عشان يبتدوا يملوا معايا الموضوع واحس ان هما كتير. هنا بقى جت سماسيمو عشان تحط معايا كده وترص معايا الزيتون، وعماله تقولي انت هتعملي ايه انت هتعملي ايه. قلت لها بس تعالي لما هتخلص الوصفه انا عارفه ان انت هتحبيها. ابتدينا بقى نحط كده الزيتون بالشكل ده او شرايح الزيتون. ممكن بقى تستخدمي الزيتون وممكن تشيليه، لو مش عندك تقدري تشيليه عادي جدا مفيش اي مشكله. حطينا بقى الزيتون وبعد كده ابتديت ان انا احط الجبنه الموتزاريلا، وطبعا اي بواقي عندك زي ما قلت لك تقدري ان انت تحطيها. وجت بقى هنا سما طبعا يعني ربنا يسامحها حطت برضو جبنه موتزاريلا تاني. عايزه اقول لكم ويعني بصوا هتلاقوني هضربها دلوقتي هتشوفوا. حطيت بقى الجبنه كده الشيدر وقطعناها كده، وحطيت كمان الجبنه الرومي. ممكن بقى انتي تحطي اي نوع عندك تقدري ممكن تستخدميه وتستغليه عادي جدا، مش لازم تحطي يعني زي ما انا حطيت لو انتي حابه. بس بقى وجبت بقى دلوقتي السلامي، ابتديت ان انا ارصه برده كده. ممكن تحطي لانشون، ممكن تحطي بسطرمه زي ما انت حابه تقدري تحطي، ده اللي موجود عندك تقدري ان انت تحطيه. رصينا بقى كده انا وسما، وبعد كده بقى ايه لقيتها بتضحك عليا وجايبه ماسكه برده جبنه تاني موتزاريلا. بصوا بصوا الافتراء، بصوا بصوا اتعصبت بقى ساعتها، رحت ماسكه كده ايديها ورحت ضرباها. بصوا غلط غلط غلط. المفروض بقى ولادنا يعني نصيحة مني في الوقت ده وفي الغلا اللي احنا فيه ما يدخلوش اصلا المطبخ عشان بيبقوا مبذرين جدا. ما علينا. دلوقتي بقى رحت مشغلة الفرن كده ودخلتها الفرن، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، يا دوبك 10 دقايق وبتبصوا تلاقوا بقى الجبنة ساحت والعيش كده بقى يعني زي العجينة كده. وبصوا وطعمها يعني بجد خطير. لفيتها بالشكل ده كده ولقيت الجبنة ساحت، وابتديت ان انا اطلعها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا الجمال والحلاوة، اسرع بيتزا ممكن واسهل وابسط، وبصوا كل حاجة يعني جميلة جدا. غير طعمها، غير ان هي طبعا حاجة نظيفة معمولة في البيت، وفي نفس الوقت كمان سهلة وبسيطة واقتصادية. بأي مكونات موجودة عندنا نقدر ان احنا نعمل الوصفة دي.
وصفة حلوة جدا، وكانت بقى سخنة جدا. رحت جايبة المسكة بس كنت مستعجلة قوي عشان اكل، مش عارفة ليه كده. انا بضعف قوي قدام البيتزا يعني عامة يعني، او بضعف جدا قدام الحاجات اللي هي بتبقى فيها ميكس جبن كده، يعني هي دي مشكلتي. خدت بقى كده، قعدت ابردها شويه، وخدت بقى وابتديت اجيب بقى ايه، فكرت بقى جبت بقى الشوكه، ورحت بقى بصوا بقى الجبنه ساحت كلها كده ودابت مع بعضها، والمنظر نفسه جميل جدا جدا مع الطعم، بجد خطير، من غير بقى عجينه ومن غير جلاش ومن غير اي حاجه، بالفينو سهله وبسيطه، مش هتاخد منك بالظبط يعني 10 دقايق. بجد سهلة وبألف هنا وشفا. وبصوا بقى أكادوا من فرد اللذاذة أذوبه، حاجة كده خطيرة خطيرة هتعجبهم. ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك والشير. كنت معاكم مي أمين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير. وصفة خطيرة وسهلة وبسيطة واقتصادية وطعمها بجد فوق الخيال. جربوها، ومستنية آراءكم تحت في التعليقات وكومنتاتكم. باي باي.